السلام عليكم. بزاف ديال الناس كيتسائلوا علاش صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله ما بداش الخطاب بالشعبيه العزيز، وكيقولوا في التعاليق واش مقلق على المغاربه. مستحيل ان الملك يتقلق على شعبه العزيز والوفي والغالي، انما بدا الخطاب كما بداه بسيدات والساده النواب المحترمون، لانه خطاب دوري كيكون كل جمعه ثانيه من شهر اكتوبر لاجل افتتاح السنه التشريعيه اللي غتكون الاخيره بالنسبه للبرلمان وبالنسبه للحكومه. المضامين الخطاب كانت واضحه، ما كانوش هناك قرارات استثنائيه، ولكن كان جذب انتباه الامور اللي هي مهمه جدا. واش حنا بغينا نعيشوا في مغرب مؤسساتي يحترم فيه الدستور، ام نعود الى منطق الملك هو الامل الوحيد؟ وهنا كتكون الكره في ملعب الحكومه والبرلمان والنخب السياسيه وكذلك الاحزاب والاعلام لاجل بناء مغرب قوي، وخصوصا في يد المواطن، لان عنده امتحان انتخابات قريبه، ويكون عنده هذاك الاختيار اللي هو مقتنع به، ويكون كيساهم بشكل مباشر في الحياه السياسيه. كاين الناس اللي ما غيشوفوش هناك حديث عن المشاكل اللي كيحتجوا عليها جيل زد، ولكن بالنسبه اللي تقال في الخطاب كيبان لك بان هذوك المشاكل اللي كيدويو عليها جيل زد هي بحال بغيتي تقول الجزء الظاهر من جبل الثلج، لا بارتي ابارون دو لايسبرغ. الصحه والتعليم تكلم عليهم، والعداله المجاليه تكلم عليها، ولكن دوا على حوايج اللي هما مهمين بزاف، بان المشاريع الكبرى خاصها تكمل، وبانه المناطق القرويه خاصها اهتمام باش ما يكونش الضغط على المدن. هذوك الناس يلقاو باش يعيشوا ويلقاو باش ويكونوا مستقبلهم. تكلم على المناطق الجبليه اللي ديما غوات عليها، وبان الناس اللي خاصهم يستافدوا راه كيكونوا هذوك المناطق 30% من المساحه ديال المغرب. تكلم على تطوير الساحل، وبانه كاين هناك كنوز على مستوى المناطق الساحليه، لا في الثروات البحريه ولا في السياحه ولا في يعني مسائل واحده اخرى اللي تكون متعلقه بتحليه مياه البحر ولا صناعات جديده. واكد جلاله الملك على هذه النقاط المحوريه، ولازم انه القطاعات المتضرره تصلح فيها الامور. وانا بالنسبه لي هذه اشاره قويه، انهى الخطاب ديالو بالايتين 7 و8 من سوره الزلزله: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يراه. صدق الله العظيم. وانا كنشوف بان هذو مؤشرات ايجابيه جدا، وبان كل المواطنين المغاربه خاصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم، وبان الحل ما كاينش انك تحيد هذا ولا تخلي هذا. انا راه يعني عندي موقف من الحكومه ديال اخ النوش، عندي موقف من بزاف ديال الوزراء وبزاف ديال المسؤولين، ولكن الحل هو اننا حنا ناخذوا بزمام الامور وننتخبوا الناس اللي يستاهلوا ينتخبوا، ان كل مواطن من بلاصتو يدير خدمته كما خاصو يديرها. تبارك الله عليكم. خطاب قوي من الملك محمد السادس نصره الله في البرلمان اليوم، رسائل مباشرة واقعية وفيها نفاذ جديد على التنمية والعدالة الاجتماعية. شوفوا أهم ما قال الملك بدقيقة ونص. الملك بدا الخطاب ديالو بشكر البرلمانيين على الخدمة ديالهم، ولكن في نفس الوقت نبههم أن هذه آخر سنة في هذه الولاية، وخاصهم يعني يخدموا بجدية ومسؤولية باش يساليو المشاريع والمخططات اللي بادية. قال الملك ما خاصش يكون تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، حيث الهدف واحد: تنمية البلاد وتحسين المعيشة يعني ديال المغاربة. وشدد أن التأطير والتواصل مع المواطنين راه مسؤولية الجميع، يعني البرلمان، الأحزاب، الإعلام والمجتمع المدني. وأكد أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق هي ماشي شعارات، ولكن رهان مصيري خصو يحكم كل السياسات التنمية. ودعا الملك لتغيير العقليات وطريقة العمل باش تكون النتائج على الأرض، يعني باستعمال التكنولوجيا والمعطيات الدقيقة. ووجه الحكومة والبرلمان يركزوا على 3 قضايا أساسية، واللي هي دعم المناطق الجبلية والواحات، تنمية السواحل بطريقة مستدامة، وتوسيع المراكز القروية باش تكون الخدمات يعني قريبة من الناس. وفي الأخير يعني طالب الملك من الجميع، حكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة، أنهم يخدموا البلاد بإخلاص ويغلبوا مصلحة الوطن والمواطن على أي مصلحة أخرى. والسلام عليكم.